نعود إلى أرض الوطن ونأخذكم في جولة إلى معرض للمنتوجات الحرفية لذوي الهمم الذين لم تمنحهم الإعاقة من الإبداع في أعمال تحاكي أعمال الكبار والمحترفين. اليوم برياض الفتح بالعاصمة نظمت اللجنة الوطنية للحرف والصناعات التقليدية معرضا حرفيا خاصا بهذه الفئة. المعرض يمتد إلى غاية 4 جانفي الجاري ويهدف إلى إدماج فئة ذوي الهمم والإنجازات الخاصة في المجتمع الجزائري عبر عرض أعمالهم الحرفية في عدة مجالات. التغطية كانت لسفيان عاتق. مظهري أمي فعمري 31 سنة. أنا راني خدام، راني نبيع في المعرض تاعي تاع لو تاع لو بابي، راني نبيع في الطابلو تاعي وراني مليح. نخدم على سلسلة لي اكسسوار وندير لا بانتور، ندير لي أركلينير والطابلو. ارتئينا في ديوان رياض الفتح أن نساهم في هذه المبادرة الإنسانية التي تعكس قيمة حضارية تتمثل في لم شمل كل المواهب الحرفية ولذوي الاحتياجات الخاصة من كل الولايات ومن كل أنحاء الوطن. نقدر نقول بأن هذه المبادرة هنا في ديوان رياض الفتح نريد إعادة الاعتبار لهذا البصمات التي يجب أن تكون في هذا المعلم التاريخي الذي هو صورة الجزائر في الأصقاع الدولية. احنا نظمنا هذه التظاهرة لذوي الاحتياجات الخاصة لإدماجهم في المجتمع المدني وتسويق المنتوجات ديالهم. هذا هو الهدف تاعنا للتظاهرات تاع اليوم. هاي ليك الكادر اللي درتها، وهاي الاولى اللي درتها ثاني. هاي الاولى، هذا انا نسميه مقالات. مقالات انا عماه. هاي اللي تعلمت عليها من الاول، وهذه اللي جبت فيها دبلوم. يعني تعبت بها باش لحقت فيها. اليوم في صدد تقديم معرض للبيع كل الحرفيين المتواجدين عندنا في الجمعية اللي كوناهم. دونك اليوم عندهم معرض للطبخ ومعرض للفنون، معرض الرسم ومعرض الخياطة. وإن شاء الله تعمم هذه التظاهرة في كامل الولايات، وماشي ما نستناوش حتى يجي النهار تاع يوم المعاق باش نديروا لهم يعني تظاهرة واحتفال بها. احنا ماذا بينا يندمجوا ويكونوا هما عنصر فعال. بهذه الوجوه البريئة لذوي الإنجازات نصل لطي أوراقنا لهذا الموعد الإخباري. بقية برامج ممتعة مع قناة البديل. إلى اللقاء.